سندك في حياتك هو شخص يقف جنبك، يشد في ايدك ويسندك لما تتعثر، زي بالظبط ما كان سيدنا هارون عليه السلام سند لأخوه سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا هارون وسيدنا موسى أروع مثال للمساندة. لما ربنا اختار سيدنا موسى ليه مهمة كبيرة جدا، وهي انه يواجه فرعون ويخرج بني إسرائيل من مصر، طلب سيدنا موسى من ربنا انه يبعت معاه أخوه هارون علشان يسنده ويقويه. قال له: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. يعني سيدنا هارون كان السند النفسي، كان بيهدي سيدنا موسى ويذكره بقوته لما يضعف، والمساعد العملي بيفصل الكلام ويوصل الرسالة بوضوح، والأخ اللي بيغطي ظهره. ما سابش سيدنا موسى يواجه التحديات لوحده. وانتوا مين سندكم؟ كلنا محتاجين حد يكون هارون لنا في الحياة، حد يسمعك لما تتكلم ويقف جنبك لما تتعثر، يذكرك بقدراتك لو نسيت قد ايه انت قوي، يساعدك بطريقته حتى لو بضحكة أو كلمة حلوة. فكروا دلوقتي مين اللي بيبقى سند ليكم. ممكن يكون والدتك، والدك، صديقك، أخوك، زوجتك أو زوجك، حتى زميل في الشغل. المهم إنكم تكونوا عارفين قيمتهم وتقدروا وجودهم في حياتكم، وكون إنكم سند لغيركم برضو نعمة، زي ما سيدنا هارون كان نعمة لسيدنا موسى. انتوا كمان ممكن تكونوا سند لحد حواليكم، كلمة طيبة، مساعدة بسيطة، أو حتى وجودكم بجانب حد في وقت ضيقة، كلها حاجات هتخليكم سبب في فرحة غيركم. فخليكم هارون للي حواليكم، وهتلاقوا هارونكم موجود برضو في حياتكم. فكروا النهاردة هتساندوا مين، وهتشكروا مين اللي كان سند ليكم.